مشاهدينا اهلا بيكم وحلقه جديده برنامجكم حكايات لايف. اهلا بيكم ويا رب تكونوا بالف خير. بحبكم جدا ووحشتوني جدا جدا جدا. بعتذر طبعا الاسبوع اللي فات طلعنا اللايف من البيت، لو حد فاكر كان معانا عشان كان عندي ظروف وكده، بس الحمد لله. رب دايما معاكم ويا رب دايما في بيني وبينكم كده كل خير وكلام طيب، ويا رب اكون بفيدكم يا رب حتى لو بأقل حاجة يا رب العالمين. النهاردة عندنا موضوع مهم قوي 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 وهيفرق معايا انا شخصيا، لان انا في ناس كتير مختلفة معايا في الاراء في الموضوع ده. انا النهاردة جايلي واحدة ست عندها 65 سنة، ربنا يديها العمر والصحة وكلنا ندعي لها يا رب. قالت لي أنا ابني فضحني يوم فرحي. فأنا استغربت، قلت لها يعني إيه يوم فرحك؟ قالت لي أنا أبوهم مات وكان سايبهم لي وهم صغيرين جدا. كان أكبر ولد عندها وكان عندها ولدين، كان أكبر ولد عندها لسه في تالتة إعدادي. المهم بتقولي طبعا انا كنت متجوزه من زمان، تقريبا اول التمانينات، وكنت ساعتها متجوزه وشايفه ان خلاص ده مفيش حاجه اسمها حب ومفيش الكلام ده. كانت الايام دي مش الحب اللي بيخلينا نتجوز قد ما انسان محترم وكويس. قالت لي كان راجل عشرته طيبه وكان بيعاملني بما يرضي الله وكنت بعمله بما يرضي الله، لكن ربنا استرد امانته وسابني وابنه الكبير في تالتة اعدادي والتاني كان داخل اولى اعدادي. انا حسيت ان انا خلاص بقى لازم اكون الام والاب، وقعدت ربيتهم وفعلا فعلا طلع عيني عشان اربيهم. كنت انا الراجل والست. كنت ساعتها لسه مش كبيرة خالص، كنت لسه تقريبا داخلة في التلاتينات. كنت لسه شكلي حلو جدا، ممكن كنت اتجوز، ممكن كنت ابدأ حياتي، لكن انا قلت لا، ولادي ليهم حق، دول ولدين وعايزين رعاية، وانا مش هقبل ان هم واحد يقول لهم كلمة مش حلوة وهم يغيروا عليا، خاصة في سنهم ده. وفعلا ركزت جدا جدا مع ولادي لحد ما انا ربيتهم وكبرتهم، والحمد لله الاتنين ربنا فتحها عليهم ودخلوا كليات كويسة واتخرجوا وقدروا يشتغلوا وبقوا حياتهم مستقلة وكويسة جدا. كل واحد فيهم حب واحدة زميلته مرة، الأولاني حب زميلته في الشغل والتاني حب زميلته في الجامعة. المهم فضلت في ظهرهم رغم ان بعاش ابوهم كان قليل جدا جدا جدا، لكن انا فضلت في ظهرهم عشان خاطر يتجوزوا اللي هم بيحبوهم، والحمد لله جوزتهم. وكنت هموت من الوحدة ومن العيشة اللي أنا فيها، وكنت هموت من إن أنا خلاص ولادي بقوا ملهيين جدا عني. فيهم واحد أصلا خد مراته وسافر عاش في محافظة تانية، فبقيت أشوفه حرفيا كل 3 4 5 شهور مرة. حتى ولاده ما بقوش عارفيني، ولاده لما بيشوفوني ما بيبقوش عارفين مين، عارفين اهل مراته اكتر مني، لان مراته لما راحوا المحافظة التانية كانوا اهلها عايشين في نفس المحافظة، فطبعا كانت بتودهم كتير جدا. وانا مرضتش اتدخل وقلت ده حياتهم يعيشوها زي ما هم عايزين. وابن التاني الدنيا لهياه، ويوم ما يجي اسبوع ويفضل عليه اسبوعين 3 عشان يجي لي تاني. المهم انا ابتديت احس ان الوحدة هتجنني، وكنت عارفة ان في زي كتير قوي، والتعب بقى طول الوقت هو يعني طول الوقت تعبانة وطول الوقت بروح المستشفى وطول الوقت حالتي مش أحسن حاجة. لحد ما في مرة رحت مستشفى أكشف، كان ضغطي عالي جدا. المهم إن الدكتور اللي بيكشف لي كان دكتور عنده 60 سنة 65 سنة قدي يعني تقريبا. فهو بيكشف لي قال لي انت ايه اللي فيكي، إيه ده اكيد الموضوع حالة نفسية. المهم من هنا لهنا حكيت له وقلت له انا عشت عمري كله لولادي وحكيت له قصتي كلها، وفي الاخر الدنيا خدتهم والدنيا بتلهيهم عني وما بقتش اشوفهم، وانا الوحدة ان انا فكرت ابيع الشقه واروح دار مسنين، فكرت ان انا اروح اقعد في نادي مع مع اصحابي، لكن طبعا ده مش، انا ما اتربيتش على كده. المهم حكت للدكتور كل القصه،
وبتقول ان الدكتور هو كمان كان بيعاني من الوحدة، لان هو كمان منفصل على مراته من سنين، وهو بقى ما خلفش اصلا. المهم ابتدى الدكتور يتكلم معاها وملى الفراغ اللي في حياتها. راجل فاضل ومحترم ودكتور، ويعني ما شاء الله عليه حاجة كويسة جدا. وابتدى مع الكلام قال لها ايه رأيك ان احنا نتزوج، ابقى انا ونس ليكي وانتي ونس ليا. ساعتها طبعا هي اتخضت وقالت له انت ازاي بتطلب مني طلب زي ده؟ استحالة ان انا اقدر اعمل كده. انا ولادي يقطعوني، ولادي يتبروا مني، ولادي يخلوني ان انا خرفت ويقولوا عليا اتجننت. ازاي؟ عمري ما اعمل كده. المهم قال لها ليه؟ وده شرع الله، وانت كبرتي وهم مش نافعينك، هم بيقبضوش معاكي وما بيقابلوكيش. وابتدي اقنعيهم. فمن كتر زنه والحاحه قالت طب وماله. فكلمتهم في التليفون وقالت لهم ان هي عايزة تقعد معاهم في امر ضروري، هم ومراتاتهم، مش هم بس. طبعا كل واحد جاب مراته وقالت لهم طبعا انا الوحدة قتلتني، وحكت لهم اللي حصل، وانتوا كل واحد في حياته. وانا شايفة ان انا لو استخدمت الرخصة اللي ربنا صرح لي بيها ده مش عيب، ده شرع الله، وانا عايزة اتزوج على سنة الله ورسوله. وانا مش جايبه لكم عيل صغير، ده راجل وقور ومحترم ودكتور وعنده 65 ولا 66 سنة. فانا بتمنى ان انتوا توافقوا وتدعموني. بتقولي في ولد من ولادي الاتنين الاول سكت خالص وما تكلمش، وبس بعد شويه قال لي طب ممكن يا ماما تديني بس نص ساعه هنزل واجيلك تاني. فانا استغربت طب هينزل يروح فين؟ قلت له احنا بنتكلم في موضوع مهم. راح قال لي لا بس سيبيني هنزل واجيلك تاني. ولقيت ابنها ده خد بعضه ونزل وساب مراته وعياله. بتقولي التاني بقى كان زي الطور الهايج، قام وصويت واللي انت بتقوليه ده. ومراته كانت قاعدة بتبص بصات غريبة جدا، دول اللي عايشين في محافظة تانية. وايه اللي انت بتقوليه ده؟ وازاي تقولي كده؟ وانت ازاي تقولي؟ انت بتهزري ولا انت بتضحكي ولا انت بتجربينا وبتشوفينا هنعمل ايه؟ انت كبرتي ومفروض ان انت ما تقوليش حاجة زي كده. نسيتي ابونا؟ نسيتي ان هو كان عشرته كويسة؟ كلام كتير كتير واتهامات كتير. بتقولي انا في الاخر ما بقتش مستوعبه كل الاتهامات دي. قلت له يا ابني انا ما نسيتوش، وده راجل كان محترم، بس ده سابني وانا لسه صغيره. انا لو يا ريتني كنت اتجوزت من ساعتها ما كنتش انتوا لومتوني، لكن انا خفت عليكم. وابتدت تعرض وجهه نظرها وبتقول لي مراتات ولادي الاتنين، واحده ما بتنطقش خالص بس تعبيرات وشها اللي بتتكلم، والتانية تقوم تدخل وتطلع تدخل وتطلع وهي مش فاهمه في ايه. لحد ما فات ساعة ولقت ابنها جاي. يا حبيبي، قال لها أنا موافق يا ماما. قالت له بجد؟ بتقولي أنا حسيت بقوة لما قال لي أنا موافق يا ماما، حسيت بقوة. طب أنت يا حبيبي رحت فين؟ قال لا أنا كنت عايزة أقعد مع نفسي من غير ما حد يضغط عليا في التفكير، وقعدت مع نفسي الساعة دي وأنا موافق. قالت له بجد موافق؟ قال لها اه. وابتدى بتقولي يقف في صفي ضد أخوه، وابتدت مراته تبص له اللي هو انت بجد موافق؟ لدرجة ان مراته رمت كلمة في القعدة وقالت وهم قاعدين كلهم مفيش مشكلة بس يا ريت حضرتك تعملي كده في السر، اصل انا ما اقدرش اقول لاهلي. بتقولي ابني اللي هو جوزها هو اللي دافع وقال لها ليه ان شاء الله ده انا اللي هقول لاهلك بنفسي. وانا ابتديت اخد قوة ان ابني واقف جنبي وابني مساندني، والتاني هو اللي مش عايز. بس قلت الدنيا كده ابتدت تتيسر. المهم لقيت ابني التاني اللي هو رفض خد مراته وعياله وقال لي انا مش داخلك بيت تاني واللي انت عايزاه اعمليه. وبقى يتهم ابني بالجنون وانه مش راجل وازاي موافق على وضع زي ده. انا طبعا بقيت اقول خلاص شويه وهيهدى، وشويه اكيد الدنيا هتتعدل، واكيد اخوه بعد كده هيصالحني عليه. وقلت للدكتور ان انا موافقه، وهو قرر ان الحمد لله ربنا يكرمنا ويتلم شملنا. حتى انا عشان اكبر ابني اللي وافق قلت له بس تطلبني من ابني. قال له ما فيش مشكله. وابني قعد مع الدكتور
وقال له انا عايز اتزوج من مامتك وانا هكون ونس ليها وهي ونس ليا. قال له مفيش مشكلة وبارك الجوازة. المهم ان الدكتور كان عايز يفرحني، فقال لي ايه رأيك نعمل حاجة كده لطيفة على القد في مكان يكون مكان مفتوح ونعزم فيه اهلي واهلك القريبين. قلت له انا ما عنديش حد قوي. قال لي لا، لو ليكي صحبات لو ليكي جيران نعزمهم كده ونفرح، وانا عندي زمايل كتير دكاترة انا كمان هجيبهم، وده حاجة عادية. بتقولي ساعتها برضو لقيت ابني مشجع الموضوع جدا، وعندك حق ولازم تعمل كده. فيها إيه مش بالسن ابدا، ما تفرحوا وتتهنوا واللي يلومكم يبقى هو اللي غلطان. بتقولي انا بقيت مبهورة بابني ده، مبهورة ايه الجمال ده وايه الطيبة دي وايه ابني اللي نفسيته حلوة ده، وقد ايه هو حس بيا وبمعاناتي، وبقيت حاسة ان هو سندي وظهري. وقلت له خلاص اللي انتوا شايفينه. وابتديت احس من سنين كتير ان انا عروسة وابتديت ابقى لطيفة كده. وطبعا ما لبستش فستان فرح، بس جبت فستان بسيط وشكله حلو ولبسته، وكنت مبسوطة جدا جدا جدا. ورحنا المكان اللي المفروض هيحصل فيه كتب الكتاب وكلنا متجمعين فيه. ولقيت ابني قال لي انا عامل لك مفاجأة يا ماما هتفرحك قوي قوي. انا فرحت وانا مأمنة ده ابني حبيبي اللي واقف جنبي من اول ما الموضوع ابتدى. قلت له يا حبيبي اتفضل. لقيته بيدي فلاشة لصاحب المكان وقال له اعرض لنا دي على الشاشة. ولقيت ابني مجمع كل صور بأبوه الله يرحمه من سنين، وانا كنت ساعتها لسه عمري ما يكملش 30 سنة، صغيرة طبعا وفرق عمر كبير، ومجمع الصور ومجمع كل ذكرياتنا وبتتعرض على الشاشة في يوم مفروض ما يتعرضش فيه الكلام ده أصلا. ولقيت وقف في وسط الناس وقال لي هو ده الراجل اللي انتي بعتي عشرته عشان تتجوزي من راجل عنده 65 سنة، ويا عالم اللي جاي هيكون معاه ايه؟ احنا كنا نستاهل منك كده؟ بتقولي انا كنت في وسط هدومي وكل اللي طلع عليا عياط هستيري وصريخ، وبقيت اقوله ليه يا ابني عملت كده، ليه يا ابني عملت كده. وبعد ما عمل عملته خد بعضه وساب المكان كله ومشي. ساعتها جوزها احتواها، بتقولي طبعا احتواني وقال لي ما تزعليش نفسك وخلاص. وهو كان، قالت لي انا اتصدمت فيه، ما كانش ابدا ابدا اتخيل انه يعمل كده. يا ريته رفض زي اخوه، على الاقل اخوه كان دوره واضح ومفهوم، لكن ده فضل يديني قوه. يمكن لو كان رفض زي اخوه كنت انا رجعت عن الفكره تماما، لكن هو باللي عمله اداني احساس انه عادي وان انا من حق ان انا الحق الباقي من عمري بونس. انا مش متجوزه عشان الجواز، انا متجوزه عشان يكون في ونس في حياتي، يكون في حد بياخد بحسي وباخد بحسه. جالها صدمه طبعا، وفضل جوزها جنبها ومعاها، وهم دلوقتي مع بعض متجوزين بقالهم 3 سنين. بتقولي انا عمري ما هنسى الموقف ده ابدا ابدا. واللي خلاها تبعت لي الموقف ده فيديو انتشر قوي قوي وهي لقيته، وقالت لي لما شفته حزنت قوي على نفسي وقلت امال الست دي ليه ما تعملش معاها زي ما تعمل معايا، وليه ولادها ما عملوهاش زي ما ولادي عملوني. ولادي لحد دلوقتي مقاطعيني وما بيكلمونيش وما لهمش اي علاقة بيا، ولا هم ولا مراتاتهم ولا عيالهم. وانا في نظر مراتاتهم وفي نظر اهالي مراتاتهم ان انا اتجننت وكبرت وخرفت، رغم ان انا شفت ست قدي في السن قدرت انها تبتدي حياة جديدة وعملت فرح ولبست فستان. ولما شفت الفيديو ده اتضايقت وزعلت على نفسي، وحبيت ابعتلك القصة احكيها لك واقولك هو انا ليه ما كنتش زي الست دي. تيجوا نشوف الفيديو ونشوف الجمال. دي ست تقريبا في نفس عمر صاحبة القصة النهاردة، عندها 65 سنة. شفتوا القمر،
شفتوا حلاوتها؟ الست دي ست ابتدت حياتها دلوقتي، عندها 65 سنة، لبست فستان أبيض، وزي ما انتوا شايفين فرحتها، وراجل متزوجة من راجل وقور في نفس سنها وعمرها دخل عليها وجايب لها بوكيه الورد، وزي أي عريس وعروسة. زي انتوا شايفين البهجة اللي في الفيديو. فيديو مبهج جدا جدا جدا، هيتعاد الفيديو تاني. بصوا ملامحها الجميلة، بصوا ملامحها اللي ممكن تكون فيها تجاعيد او فيها سن كبير، لكن هي متصالحة مع ده وما عندهاش اي مشكلة، وفرحت ولبست فستان ولبست تاج وجابت ميك اب ارتست وعملت ميك اب، وعريسها جاي لها وجايب لها ورد، وفي سنها راجل في سنها وقور جاي لها وحط ايده في ايديها وعملوا فرح بسيط وظريف. ممكن ما يكونش عملوا فرح، يعني ممكن يكون المشهد ده مجرد مشهد وهيتصوروا وهيروحوا، مش بالضروري يكونوا عملوا فرح، يا دوبك مثلا كتبوا الكتاب وهيمشوا. المهم ان هي عرفت تسعد نفسها. في مشهد تاني انتشر وبرضه عجبني جدا جدا وكنت حابة اعلق عليه، مشهد لراجل وست، انتوا هتشوفوه برضو دلوقتي. الراجل والست دول كانوا بيرقصوا في فرح بنتهم، وبنتهم اللي مسكت المايك في يوم فرحها وقالت في الرقصة الأولى من الفرح، الرقصة سلو اللي بتبقى في الفرح، قالت أنا بهدي الرقصة دي لبابا وماما، لأن باباها ومامتها ما عملوش فرح ايام زمان لما جم يتجوزوا. يمكن الفيديو ده انتشر قوي قوي وناس كتير شافته، وناس كتير انبهرت بجمال الام والاب اللي رغم ان اكيد مش صغيرين وبنتهم هي اللي بتتزوج، وقد ايه هم فرحانين والبنت بتحضن امها، وقد ايه كان في فرحة وبهجة في الفيديو. والبنت مسكت المايك وقالت قدام الكل، انا قدام الدنيا كلها بحب ابويا وامي قوي، ونفسي اهدلهم الرقصة دي وخليهم يرقصوا اكنهم في يوم فرحهم، عشان زمان هم ما قدروش يفرحوا. يمكن كانت ظروفهم المادية مش سامحة، يمكن ما كانش عندهم القدرة اللي بيها يقدروا يعملوا فرح، يمكن ايا كان الظروف، يمكن ساعتها الدنيا ما كانتش متاحة او كان في مشكلة، ايا كانت تفاصيل زمان، المهم ان هما ما عملوش فرح. فبنتهم يوم فرحها قررت تهديهم الرقصة دي وقالت لهم ارقصوا، وكان شكلهم يجنن. وعايزة اقول لكم ان الفيديو ده عمل شير كبير قوي وانتشر بشكل كبير جدا جدا، وكل اللي كانوا بيشيروا كان بيكتبوا ايه الحلاوة دي. احنا ليه ما بنصدقش الحب لما بيكون الناس كبرت في السن؟ انا السؤال ده بجد بسأله. ليه دايما الحب لازم يبقى بين اتنين عندهم 20 سنة او 30 سنة وهم اللي يبقى ساعتها الحب مقنع؟ دول بيحبوا بعض، ساعتها نتمناه وساعتها هنقول ده اتحسدوا. ليه لما نلاقي حد كبير في السن وبيحب نتريق عليه ونشوف انه مش من حقه، واكن احنا اللي مفروض نحكم على بعض ونحكم على بعض بالموت؟ انت عديت السن الفلاني ما تتكلمش، ملكش انك تحب. انت عديتي السن ده ملكيش انك تحبي، ملكيش انك انت يبقى ليكي حياة. ليه بيترفض بعد ما الام بتبقى تعبت وشقيت وربت وكبرت وجوزت؟ مفروض حياتها تقف لحد هنا، رغم ان ولادها كل واحد بقى ليه حياته وهي عايشة في البيت لوحدها. او الاب لو زوجته توفت او ماتت يبقى هو بالنسبة عياله خلاص انت اتجننت، انت ممكن تفكر في الجواز بعد امنا، او الست انت اتجننتي، انت ممكن تفكري في الجواز بعد ابونا. وخاصة الست، ليه الست في مجتمعنا محكوم عليها لو بقت أرملة تقعد تربي العيال؟ وحتى لو عملت كده وربتهم وكبرتهم وخلتهم رجالة قد الدنيا
وخلاص اطمنت عليهم، لو جت تفكر في نفسها تبقى ست اتجننت وخرفت وازاي تطلب حاجة زي كده ليه؟ مع ان احنا شفنا المشاهد قد ايه فيها فرحة. شفنا الست الكبيرة اللي عندها 50 سنة أو 65 سنة وراحت لبست فستان أبيض وجي جوزها خدها وكانت فرحانة. ليه؟ ليه احنا بالطريقة دي؟ ليه ولد زي ده يجرح أمه ويوجعها بالطريقة دي؟ على الأقل أنا فاهمة إن أخوك رفض، بس كان رفض واضح. أنت خدت بعضك ونزلت، كنت بتفكر في إيه؟ كنت أمك وتنتقم منها؟ هي دي الشطارة؟ انت كده شاطر يعني لما قعدت تجيب فيديوهات امك مع ابوك وصورهم اللي بقالها سنين سنين وتعرضها، كنت بتفكرها؟ ما هي على فكرة هي ما نسيتش، وهي ما بتتزوجش عشان نسيت ابوك، هي بتتزوج عشان عايزة ونس، عشان انتوا كل واحد اتشغل في حياته، عشان ما بقاش في حد بيخبط عليها الباب. انا عايزه اسمع ارائكم النهارده، ويا ريت تفيدوني وتقولوا لي في كومنتاتكم، عشان انا الست دي وجعت قلبي قوي، ولما شافت فيديو بيشابه حالتها قالت لي انا ليه ما كنتش كده؟ ليه انا ما ضحكتش كده وكان عندي انهيار بسبب ابني اللي فضحني وحرجني قدام الناس؟ فيا ريت حضراتكم توجهوا له كلمه وتقولوا لي رايكم. يا ترى الست بعد ال60 حياتها انتهت، او بعد ال50، او بعد ما جوزها يموت مفروض خلاص الدنيا بتقف لحد كده وما ينفعش انها تطلب ابسط حقوقها، ولا ليها حق انها تطلب واحنا اللي مجتمع فيه من المرض ما يكفي؟ يا ريت ان انتوا تفيدوني وخلوني اخد تليفون. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك يا دكتورة؟ اهلا وسهلا، اهلا بيك، اتفضل انت على الهوا. مع حضرتك يا فندم. اتفضل. هو حضرتك أنا اتجوزت من 20 سنة، جواز عادي، تمام. مفيش تعارف، مفيش حب، مفيش أي حاجة بينا قبل كده. بعد فترة من مدة جوازنا اتعرفت على واحدة ست من اسكندرية، أكبر مني ب20 سنة. كانت اكبر منك ب20 سنة؟ أيوة، أرملة. وانت كنت ساعتها عندك كام سنة؟ أنا 45، أنا 45، هي تجاوزت 65. تمام. هي أرملة وعايشة لوحدها، مفيش حد بيزورها من عيالها، مفيش حد. آخرهم معاها مكالمة في التليفون، أخبارك إيه يا ماما، عاملة إيه يا ماما، مفيش أكتر من كده. مريض بالضغط وسكر، عايشة لوحدها أكتر من 16 سنة بالظبط. مفيش حد بيقول لها أنت فين. أنا اتعرفت عليها عن طريق الصدفة، عن طريق الفيس يعني. فهي في البداية كانت فاكرة إن أنا حد يعني مش كويس، حد عايز يسجل لها، حد عايز يسجل لها مكالمة، حد عايز يشوف لها صور أو كده. فأنا قلت لها لا، أنا من المنصورة، أنا هجيلك وتشوفي لي بنفسك وكده. فبعد كده ما اتعرفنا على بعض، ارتحنا لبعض، اتكلمنا، اتفقنا احنا نتجوز عرفي. اتفقتوا ان انتوا تتجوزوا؟ عرفي. يعني انت ارتحت معاها اكتر من زوجتك؟ مليون مرة. رغم فرق السن؟ مليون مرة يا أستاذ. ست عارفة عن ايه راجل بمعنى الكلمة. تمام. اتفقنا ان الورقتين العرفي يبقوا عندها. حبتني في اي وقت، انا ما عنديش مشكلة. طب وليه اتجوزت عرفي؟ ليه ما تزوجتوش بشكل رسمي؟ عشان حضرتك هي عايشة من معاش جوزها. وهي بتقول لي والله انا كنت اتمنى ان احنا نتجوز رسمي. يعني لو كنت انا عرفتها اصلا في لكن هي ما كانش عندها مشكلة مع ولادها؟
يعني عادي كانت عندها استعداد تتزوج لا، من رسمي؟ ورا ولادها، لا لا لا، ما حدش امم كان يعرف من العيلة خالص. امم وبعدين على فكرة هي جدة، امم يعني بنتها دكتورة، بنتها التانية مهندسة، ابن بنتها التاني لاعب كورة في اسكندرية في سموحة. امم اعتبر حضرتك. امم فبظروفها أنا في يوم هي عند بنتها أنا ما أعرفش، فاتصلت عليها فكانت نايمة، امم سايبة التليفون على الشاحن، فبنتها شافت الرسالة اللي أنا بعتها لها. كنت بعت لها ايه؟ يا مدام رد عليا، أخبارك إيه؟ طمنيني عليكي كده. امم يعني واحد بكلم زوجته. امم فبنتها شافت الرسالة، امم جابت ولد اللي هم الهاكر ده بتاع السايبر والكلام ده. امم هكر صفحتي وخدها، وهكر صفحتها وهكر حسابها، وعمل التجسس على التليفون بتاعها، وجابت المحادثات اللي بيني وبينها من 6 شهور، فعرفت كل حاجة. وعرفت كل حاجة. أنا في الأصل برضو كنت خايف عليها، ففتح صفحتها عندي على تليفوني، امم فخشيت على إعدادات وكده، عرفت إن في حد تاني فتح الصفحة من على تليفونه. امم فهي المشكلة اللي احنا وصلنا لها إن هي دلوقتي خسرت عيالها، قطعوها الوقت النهارده أكتر من قطعوها 2 سنين. اول ما عرفوا انها اه اتجوزت. ايوه، حتى انا حاولت اتصل ببنتها الكبيره ديتي، يا استاذه طب عشان خاطر، طب اسمعيني، طب اديني فرصه اكلمك. قالت لي انت بالذات ما تكلمنيش، انت مش عارف اخر واحد انت. قلت لها انا بكلمك اصلح بينك وبين امك. يا امم ستي انا دخلت حدك غلط، انا هخرج، بس امم لقيت امك محتاجه لك، وهتفضل وبعدين انتوا امك اللي لحد عملتوا اخر يوم في عمرها يعني. يا دكتوره، امم هو ايه السبب اللي خلاها اصلا تتجاوب معايا؟ بعدهم. ان في فراغ، صحيح. بعدهم ومقاطعتهم لامهم. امم امم اقسم بالله، اقسم بالله انا بقيت ابكي عشانها. ما فيش اكتر. ايه يا ماما عامله ايه؟ يا ماما اخبارك ايه يا ماما؟ امم امم وحياه ربنا زي ما كلمت هم دقيقتين مكالمه. وانت هي دي طلقتها صله ولا لسه الرحم. معاها؟ يا ست كل ده عقد عرفي، انا هي حاليا تعبت، ما عادش بتقدر لاي حاجه. انا صداقه دلوقتي، يعني انا بوديها بتصل بيها. طب مش هتصدقي اللي هقول لك عليه دلوقتي. امم انا زوجتي اكتشفت ان انا متغير معاها، ف انا صريح مع زوجتي على فكره. امم قلت لها انا متجوز واحده ست كبيره كذا كذا. هي لما سمعت صوتها، من الست دي بنت ناس وبنت اصول، صوتها يدل ان هي اصغر من كده على فكره. امم فقلت لها لا انا هاخدك، طبعا انت مش هتصدقي دي. خدت مراتي بعيال الاربعه ورحت هناك، قعدت عندها، بيتنا ليلتين هناك، وكانت مقابلانا يعني شايلانا من على الارض شيل والله بحق يعني انت ربنا. خدت زوجتك بعيالك ورحت لزوجتك فاقسم لك التانية؟ بالله، طب هتصدقي بالله؟ لا اله الا الله. اقسم لك بالله حاليا لحد النهارده بتكلم مراتي، بتكلم بنتي، بتطمن عليه. ابن راح الجيش، يعني هي بتطمن عليه لقت معاكم وتتصل عليه. العيلة اللي افتقدتها؟ يا شيخ بقى اقسم لك بالله بتقول لي لولا انا مريضه لانا جايلكم من اسكندريه اللي عندكم المنصوره، امم اقعد معاكم يومين، اقعد معاكم ووعدان ان في فرح بنتي هتيجي تحضر. ما شاء الله. وانت ما بأقسم زلت لك بالله، بتطمن عليها دايما وبتشوفها ولو فيها حاجة بتروح لها؟ بأقسم لك بالله دي أعز وأغلى إنسان على وجه الأرض. اللي انا بتمنيه الوقت بس، ايوه اتفضل. اللي بتمناه، اللي انا زعلان عليه وقلبي موجوع عشانه، علاقتها بولادها. ازاي ان هم هانوا عليها. امم يعني هانت مره حتى عليهم. امم اخوها نفسه لما عرف، البنات عرفوا خالهم امم وادوا له رقمي، فلقيته بيتصل بيهددني لو دخلت اسكندريه هعمل طب وهعمل ممكن وهعمل. أسألك سؤال؟ هم مثلا شايفين اتفضل. ان ممكن يكون معاها فلوس فانت طمعان فيها؟ يعني هم عندهم ان انت ممكن تكون بتضحك عليها ب... زي الفل، برافو برافو، سؤال جميل. طب اقول مم. لحضرتك،
هم خشوا على المحادثات. فبتقول لي جهز لي غدا ايه معايا حضرتك؟ انا معاكي ابسط حاجه اجيبها لك يعني. قلت لها اللي موجود عندك في الثلاجه اعملي منه، ما تجيبيش حاجه من بره، ما تشتريش حاجه، اللي موجود اعمليه. ده دليل عليها. تاني حاجه هي عايشه على معاش على فكره. يعني هي مش معهاش برضو فلوس يا تستدعي ست الطمع. كل هي من 10 سنين كانت من اغنى اغنياء اسكندريه. ابنها كان اكبر مستورد في اسكندريه. واللي حصل ايه بقى؟ ما بقاش معاها اللي يعني؟ حصل فاكره انت؟ فاكره؟ لا فاكره ان هو الشتاء الجامده اللي جت دي كان مستورد حاجات وكلام من ده، اتدمر بقى تحت الصفر. غير ان محلاته اتسرقت، غير ايام الثوره والكلام ده، يعني المحلات اصبح البلطجيه هي معهاش وتتدمر. حاجة يطمع فيها بمعنى ما فيش اصح. والله، هي معاشة يا بنتي، عايشة من معاشها، مفيش غير كده والله. طيب انا طبعا يعني بشكرك جدا، وبشكرك على ان انت انا بناشدك، بس انا بناشدك من خلال برنامج حضرتك اتفضل. اللي انا عايز اوصلها الرسالة الاساسية. اتفضل. ازاي امك هانت عليكي؟ ماشي. ويا بنت الناس حتى لو ام غلطت ما تقطعهاش، ما تجافهاش، امك صحيح. محتاجاها لك، امك بتموت. صحيح. صدقي واهالينا. وتؤمني بالله. اتفضل. لا اله الا صدقي الله. وتؤمني بالله يا دكتورة. لا اله الا انا الله. يوم سمعت خبر ان في واحده ست توفت في اسكندريه وهي مقفول عليها في شقتها، انا تخيلتها هي. لا حول ولا قوة. اقسم بالله انا ومراتي يعني يا الست تصدقي دي ما لو تصدقي. جرالها حاجة ممكن تبقى لوحدها في الشقة وتموت، وهم قلبهم وحياه وطوعهم ما ربنا يسألوش اقول لك عليها. حصل. طب افرض دي ماتت في شقتها لوحدها، لا حول ولا قوة إلا بالله. ها؟ مريضة يعني قلب، مريضة السكر. مفيش أي ذكرى بتجمعهم بيها تخليهم انا ينسوا لها أي حاجة أو يتغاضوا عن أي حاجة، وهي ما غلطتش على فكرة، هي استخدمت حقها الشرعي. يعني هي ما غلطتش، مفيش أي حاجة بينهم وبينها يخلوها تخليهم تحنن قلبهم عليها، يفتكروا ان دي امهم اللي تعبت ربتهم كبرتهم. لا حول ولا قوة الا بالله. يعني ازاي بيهون عليكم تسيبوا امهاتكم كده وما تبقوش عارفين ممكن يجرى لهم ايه؟ ازاي ممكن تسامحي نفسك وتبقي عارفة تنامي، وممكن امك تبقى عيانة ومش لاقية اللي يناولها كوباية المية؟ ازاي؟ كانت امها قاعده في شقه ايجار، ليه ما بيبعتولهاش ايجارها؟ ليه ما بيساعدوهاش في عيشتها؟ عشان ما تدلكش انت الفلوس بقى، ما هم فاهمين كده ان لو بعتنا انا ما لها فيش انت اللي اصلا. هتاخد. لا والله ما قابلت، اقسم بالله ولا خدت اي حاجه منها. ايوه بس هم فاهمين كده، هم دماغهم مصوره لهم كده. هي واحده عايشه بمعاش جوزها دكتوره، انا هاخد منها ايه؟ انا رساله حضرتك وصلت، وانا يعني اهو مكالمه يمكن في صلب موضوعنا النهارده، في صلب موضوعنا النهارده. قرروا يقطعوا مش ليها. قرروا يقطعوا امهم عشان امهم تزوجت، والبنت هكرت التليفون وتجسست وعرفت ان هي متزوجة، فقررت تقطعها. بقالهم 2 سنين ما يعرفوش عنها حاجة. مش خايفة من ربنا؟ انا بوجه الرسالة لبنتها دلوقتي، مش خايفة من ربنا؟ امي غلطت، امهاتنا لما بيكبروا بيصبحوا اطفالنا مش امهاتنا. غلطت، ولو بنتي غلطت كنت هترميها؟ لو بنتي غلطت كنت هتتبري منها؟ مش خايفة من ربنا؟ مش خايفة تقابل وجه كريم وما تكونش شفتيها؟ مش خايفة من غضب ربنا عليكي؟ ده انت طول ما هي عايشة ربنا لسه يعني كرمك برحمة من عنده، اللي هو لو برتيها. ده فرعون الطاغي، فرعون أكبر طغاة في الأرض، كان ليه رحمة عند ربنا وهو بر بأمه، اللي قال أنا ربكم الأعلى، والعوذ بالله. يعني كان ليه رحمة عند ربنا وإنه كان بر بأمه. دي الحاجة العدلة اللي يمكن ربنا غفور رحيم. وانت مش فارق معاكم؟
مش فارق معاكم علاقتكم بأمكم حتى لو غلطت من وجهة نظركم؟ طب ما تكلموها، طب ما تسألوا نفسكم غلطت ليه؟ ما هو لو الباب مفتوح عليها ورايحين جايين عليها، متهيألي ما كانتش هيبقى عندها وقت تقعد على الفيس أصلا عشان تعرف حد. لكن انتوا فين؟ بنكبر وحياتنا بتاخدنا وننسى ان الناس دي كانت طول الوقت واهبة حياتهم لينا. بننسى ده خالص، بننسى. الدنيا بتاخدنا بقى، المشاغل والحياة والولاد والفلوس والسعي طول الوقت ورا الرزق والتكالب على المال، كل ده بيخلينا ننسى أهالينا. ولو غلطوا غلطة بقى نبقى احنا الجلادين الحقيقيين. ليه مش من حق الست طالما هتتزوج على سنة الله ورسوله انها تتزوج في اي سن طالما ما بتغضبش ربنا؟ ليه الحاجة اللي ربنا حللها احنا بنحرمها بتفكيرنا العقيم اللي مش هيخلينا نتقدم خطوة؟ ليه ده ممكن يحصل في مجتمعات الغربية ونقبله عادي ونهضمه ونشوف ونقول اصلهم اجانب، لكن احنا لا، رغم ان ديننا ميسر لنا الامور وديننا اللي بيأمرنا ان احنا نعيش مرتاحين، وشرع للست الزواج وللراجل الزواج في اي سن، ما كانش فيه شروط ولا سن لحد هنا تتجوزي وغير كده لا. ليه بنجيب العيال الدنيا يحاسبونا وهم اللي يبقوا سبب في انهم طول الوقت يلومونا ويجلدونا حتى لو استخدمنا رخصة حقنا؟ ليه؟ جاوبوني، انا مستنية النهاردة اجاباتكم ومشاركتكم في الموضوع. معايا تليفون. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، اهلا وسهلا. اهلا بك يا استاذه مريم، ازي حضرتك؟ انا بخير الحمد لله. يا رب دايما ان شاء الله يا حبيبتي. شكرا لحضرتك على اللي انت فيه، يا ربنا يجازيك كل خير ان يا شاء رب الله. يبارك لك يا حبيبتي، اتفضلي تحت امرك. انا بس كان في مشكله، بس كنت عايزه اكلم حضرتك فيها. اتفضلي. المشكله دي بس تخص اخويا، وهو كان شغال في شركه خاصه، وهو كان اديله 18 سنه شغال في الشركه دي. تمام. وهو أخذ العمل المثالي قبل كده، وكان معروض عليه إن هو يكون مدير فرع، بس هو عشان ما بيحبش المسؤوليات فقال لا، مش عايز إن أنا أكون مدير فرع. فبعد كده بقاله من بعد ما عدى 15 سنة في الشركة، المفروض إن هو لما يكمل 20 سنة ليه مبلغ مالي بيطلع له من الشركة، يعني مبلغ كبير. فهم عشان خاطر هو مستقر في المكان اللي هو فيه وكان في خير وشر وملهوش في المشاكل ولا ليه أي حد، حاولوا إن هم يطفشوه من بعد 15 سنة. وكل ما يجي في مدير فرع يحط عليه في المواضيع ويضيف عليه حاجات، حتى لو هو مثلا إن هو فيه مثلا حاجة ناقصة بيزودوها من مرتبه وبياخدوها من المرتب بتاعه، كان بيرضى وما كانش بيتكلم. في آخر المطاف لسه في شهر واحد كان هو المفروض ان هو كان مسافر من هنا وما فيش اي حاجة، راح اتهموه في تهمة هو ملهوش اي دخل فيها. هي كان في واحدة كانوا لقيوها ان هي بتسرق من المحل، هو اصلا بائع بقالة، يعني هو بيوقف كده بيرص البقالة وبيشوف الاكسباير بيطلع والحاجات دي وبيرص البقالة. فهي صاحبة القضية دي هي اللي سرقت، اتهموها بسرقة اتهموها بسرقة قلب تونة ب112,000 جنيه. وهم بعد ما اتهموها هي جايبينها في الكاميرات ان هي ليها يد وهي اللي بتسرق. اخويا ملهوش اي ذنب، بس هو حطوا الموضوع فيه علشان خاطر ان هم يطفشوه من الموضوع، او مثلا يطلعوه بقضية بحيث ان هو يتنازل عن كل مستحقاته. بعد كده لما هو اتقبض عليه يوم الاربعاء الساعة 5 بالليل، تاني يوم تاني يوم يعني المفروض ان هو صدر حكم عليه بسنة.
بعدها أخد 4 أيام على ذمة التحقيق. يعني الأربع اتمسك، الخميس الجمعة راحوا له زيارة، قال لهم اتحكم عليه بسنة. طب ازاي يا جماعة هيتحكم عليه في خلال 24 ساعة؟ هو في قضية بيتحكم عليها في خلال 24 ساعة؟ ولا هو كان بيقولوا أيوة. محكوم عليه؟ كان محكوم. هو المفروض كده ان كده القضية كانت عاملين القضية كلها من قبل الموضوع ده. يعني المفروض ان هو يعني كان هي كده. هيعارض في الحكم ده. لا هو المفروض اصلا، يعني هو اتمسك يوم الاربع بالليل، المفروض الخميس يوم الجمعة دوت المفروض الزيارة راحوا لقيوه محكوم عليها. طب هو في قضية بيتحكم عليها من غير محامي ومن غير ما هو اصلا يعني يكون طيب فيها انا اي مش دليل فاهمه عليه. ايه المطلوب دلوقتي، قولي لي ايه اللي انت عايزاه. المطلوب احنا دلوقتي احنا انتوا تواصلنا مع محافظه ايه؟ الشركة احنا محافظة المنيا. هو شغال في القاهرة في الشروق. هم حبوا يضللوا لما راحوا لهم عشان خاطر يعرفوا هو اصلا اتخذ في جسمه. ضللوهم بدل ما يقولوا لهم في جسم الشروق، راحوا ضللوهم وخلوهم راحوا التجمع. على بال ما راحوا التجمع ورجعوا الشروق لقيوا ان القضية اتحكم فيها بسنة، وقضية سرقة 112,000 جنيه. طب هو ليه ده كله؟ عشان خاطر ما ياخدش مستحقاته. واحنا لما حبينا نتواصل مع الشركة او نتواصل مع المحامي، راح المحامي قال لهم انه هو يتنازل عن كل مستحقاته. ليه طيب كده؟ قال لهم عشان هو لو طلع هيطعن في الشركة وممكن ياخد براءة، او ممكن ان هو ياخد من الشركة تعويض. ولو في الحالة دي هي هو كده. شركة ايه يا فندم؟ شركة مواد غذائية يعني؟ ايوه شركة كبيرة من شركات المواد الغذائية. السوبر ماركت الكبير زي المترو والحاجات دي. سؤالك ايه يا فندم؟ او انت ايه انا اللي دلوقتي عايزين نوصل لحل. انا دلوقتي اخويا متهم وواخدينه مسجون في القضيه، ملهوش اي ذنب. حتى هي البنت اعترفت قدام المحكمه وقالت ان هو انا ما اعرفوش، هو مجرد اسم اتقال لي وانا رحت قلته. طيب طالما كده ابتدت الخيوط، يعني ان شاء الله بتكر للخير كلها، وانت بس محتاجين محامي كبير يعرف طب ما احنا معاكم. موكلين محامي. بس المحامي دلوقتي كل اللي يمسك المحضر يقول محضر تافه وملهوش لازمه. بس في حاجه في القضيه مش مفهومه. راح لهم وقالوا له يتنازل، قال لهم ماشي موافق ان هو يتنازل عن كل مستحقاته. بعد ما قال لهم موافق ان هو يتنازل، راحوا قال لا، بدأوا يتهربوا منه ومش موافقين. واحنا مش عارفين هو مظلوم دلوقتي ومتاخد في الموضوع اللي هو فيه. طيب اسمعيني، وهو اصلا ملوش اي ذنب. اسمعيني، انا للاسف دي قصة يمكن انا ما اقدرش افيدك فيها. انا اتمنى افيدك وعارفة وسامعة وحاسة بلهفة قلبك وركفة صوتك ووجعك على اخوكي، لكن انا ما اقدرش افيدك لان دي مواضيع دي عايزة محامي عنده ادق التفاصيل وملم جدا بالقصة. انا ما قريتش ملف القضية وما اعرفش اقراه لان انا مش محامية. فانتي محتاجة محامي شاطر يكون متابع معاكم وعارف التفاصيل، وان شاء الله بإذن الله ربنا هيظهر الحق. ان شاء الله اخوك يكون معاكي. انتي خوفك الزيادة وقلقك واحساسك ان اخوكي مظلوم مخليكي متوترة ومخليكي متخبطة ومخليكي مش قادرة تستوعبي اللي انتي فيه. لكن اهدي عشان نعرف نحل المشكلة. احنا محتاجين محامي يتولى الامر، ولو انتي مش واثقة فيه شوفي محامي تاني واسأليه واعرضي عليه الأمر. وبإذن الله في أقرب وقت يكون أخوكم بره وفي وسطكم إن شاء الله. ويعني ربنا يا رب ينصره على أي حد ظلم وينصر كل مظلوم يا رب العالمين. مين تاني؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الدكتورة مروة معي؟ أيوة يا فندم، أهلا وسهلا. عاملة ايه؟ أنا بخير الحمد لله. أول حاجة عمرها إن شاء الله مقبولة وإن شاء الله الحج الكريم. آمين يا رب، صحبة إن شاء الله. والله هنتابعك أنا على طول، البرنامج بتاعك على طول أنا.
اهلا وسهلا بحضرتك، اهلا وسهلا. أنا من الجمهور من تبع الجمهور الساحل. منين يا فندم؟ من تبع الجمهور الساحل. اهلا وسهلا بيك وبكل الجمهور الكريم. بس ممكن توطي والله وطي التليفون واسمعني عشان تعرف تسمعني. أيوة يا دكتورة. انا معاك. حضرتك منين؟ أنا من محافظة جنة، من الصعيد، من أبو تاش. احسن ناس، احسن ناس اهل هنا، احسن ناس الكرم والله. والجدعنه. والله العظيم أنا كل سؤال عاوز نحييك ونديك التقدير. ربنا يكرمك يا رب، ربنا يكرمك يا رب. والله وإن شاء الله أجزل العمر. ان شاء الله ايه؟ أقول لك إن شاء الله الحجة الكبيرة. يا رب يا رب يا رب، ربنا يا رب يكرمك. واهل هنا انا بحبكم جدا جدا. اهل الصعيد كلهم، خط الصعيد دول ناس جدعه، واهالينا الجدعين الكرمه اللي ما فيش زيهم والله في كل مكان. ربنا يبارك فيكم. وانا والله بحبكم في كل حته، بحب الناس من كل الاماكن ومن كل المحافظات ومن كل الدول العربيه. قد ايه فرحتكم بالحجاب، والله انا ما كنت اتخيل انتوا هتفرحوا كده فرحة. أنا امبارح نزلنا صورة بسيطة، كنا بنغير طبعا الصور اللي من غير حجاب بصور بحجاب، لأن أنا ما كنتش لسه اتصورت وما كانش عندي أي صورة بحجاب. فلما ابتديت أعمل بقى صور بالحجاب الحمد لله وربنا من عليا بهذا، لقيت إقبال أنا ما كنتش أتخيله. ربنا يكرمكم يا رب يا رب. والعمرة دي كانت أسعد أيام حياتي. يا رب ارزق كل مشتاق يا رب، اللهم ارزق كل مشتاق ومن علينا بالعودة يا رب العالمين. مين تاني؟ الو. الو، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك يا اهلا دكتورة نور. بيكي، اهلا وسهلا. اتفضلي انت على الهوا، حابة تقولي اسمك؟ ايوه. اتفضلي، اسمك ايه؟ ايمان. ايمان، اهلا بيكي يا ايمان. قولي يا ايمان. حضرتك اولا انا بحبك جدا وحاجة مباركة ان شاء الله. يا رب يبارك فيك يا حبيبتي وعقبالك يا حبيبتي. انا سامعاك. يا رب. حضرتك انا مشكلتي مع والدي. ماله والدك؟ هو يعني انا معايا والدي وكده. معاكي ايه؟ انا كنت عايزة شغل. لا انت بتقولي مشكلتي مع والدي، ماله والدك؟ يعني والدي انا حابة انه انت بس هو مش راضي. يا ايمان الصوت بيروح خالص، قولي تاني. بقول لحضرتك انا عايزة شغل وكده بس هو مش راضي يخليني اشتغل، وفي نفس الوقت تعبني في المصاريف في البيت وكده، مش بيرضى يديني. انت عندك كام سنة يا ايمان؟ الو ايمان، انت الشبكة عندك مش حلوة، حاولي تكلمينا تاني. الو. الو، استاذة مروة معايا؟ ايوه يا فندم، اتفضلي انت على الهوا. ايوه حضرتك، انا اللي قلت لك على الاستاذ شريف المنجد. انا اللي كلمت حضرتك وقلت لك اهلا وسهلا. اهلا بيكي. استاذة مروة، مع احترامي لحضرتك انا ولا نصابة ولا شريكة معاه ولا والله. بصي يا استاذة، بس واحدة انت بتكلمي. ماشي انا معاكي. وانا معلش، انا بقولها على الهوا وعلى الملأ. اولا الناس اللي نزلت عملت بحث عنكم، مش انا اللي جبت الكلام ده، دول ناس متخصصة وعارفة هما بيعملوا ايه. بصي يا استاذة تاني مروة، حاجة حضرتك عارفة ومتأكدة ان مش ده الحقيقة، فما ينفعش ان انت تتكلمي على الهوا وتقولي انا مش نصابه، انك انت تدلي على ناس بينصبوا، فده في حد ذاته نصب. بصي يا استاذة مروة، مع احترامي لحضرتك، مع احترامي لقطع كلامك، انا بعت لحضرتك على الواتس رقم النيابه، كلميهم وقولي لهم البيت ده وقع امتى.
وبعت لحضرتك العقد بتاع البيت، وبعت انا عايزه لحضرتك اسالك عقد البيت اللي سؤال هم أجروا. وهتسالي عليه يوم اتفضلي. الدين. الناس دي ماشي مش في اتفضلي. مكان عايشين فيه؟ مش في شقه بتلمهم وبيناموا فيها بالليل؟ الناس دي كانوا بيناموا على والله الحصيره؟ العظيم. الناس دي كانوا بيناموا في المكان اللي انا صورته؟ بصي يا اه أستاذة ولا لا؟ مروة. ولا لا؟ وهتسالي على أيوه ده يوم الدين. ماشي. والله العظيم ثلاثة يا بقول أستاذة مروة لحضرتك هتسالي والله. على ده يوم الدين. الناس دي اتحاسب عليهم. اسمعي حضرتك، اتحاسب اتفضلي عليهم الدين وتقطعني عربية. كنت بكدب عليكي في ولا يا ستي. كلمة. انا ماليش دعوه والله تقطعك عربيه ما تقطعكيش عربيه. انا بسالك سؤال. الناس دي بتنام على في بيت الحصيره دي؟ يلمهم. ماشي. في بيت يلمهم كانوا ولا لا؟ بيناموا. في طب شقه اسمعيني قاعدين فيه؟ حضرتك. انا بقول لك ولا لا. لو سمحتي ما اه تقعديش تتحولي في الكلام. انت قلتي ان في بيت هم قاعدين فيه وشقه قاعدين فيها. انتوا قلتوا هم قاعدين في الحصيره دي، وانا صورت قدام الحصيره وقد ايه الناس دي مش لاقيه مكان. ده لما بيعوزوا يلبوا نداء الطبيعه ويروحوا الحمام بيروحوا عند الجيران. حصل ولا ما حصلش؟ ايوه الكلام ده لا حقيقي حصل. ولا كذب؟ لا حقيقي. لا مش حقيقي. انا مش هكذب. لا مش حقيقي. لا بصي، ما انا انت هقول اللي لسه لحضرتك قايله بقى. انهم ليهم مكان عايشين فيه. طب ما سبحان حضرتك لو الله. اديتيني فرصة ان انا اتفضلي اتكلم هقول لحضرتك. اتفضلي. حضرتك هم فعلا كانوا قاعدين على الحصيرة. انا معايا رقم واحد على جروب الحلمي اسمه هشام السروجي. هشام السروجي جاب لهم هو الايجار البيت ده. بس انتوا لما انا رحت وشوفوا هم نايمين ما على قلتوش الحصيرة. كده. قلت ده دفع شهر مش واحد حضرتك معلش. وبعد كده رماهم. انا ولما انا قلت حضرتك فين انا العفش مراته. قلتوا العفش فوق ومقفول عليه. طب اسمعيني. طب ممكن ما انا تسمعيني. سامعاكي. انا مراته ست تعبانه. صاحب البيت مقعدهم عشان مراته والله العظيم ثلاثة. انتوا قلتوا كنت بكذب كده. عليكي. انتوا قلتوا كده. ما حضرتك انا كنت متبرجله لما شفتك. يعني ايه انا متبرجله يا كان فندم؟ نفسي حضرتك. يا انا فندم عمري في انا حياتي اقف مع بعتذرلك. مذيع. معلش يعني ايه متبرجله؟ ويعني ايه اول مره في حياتك تقفي مع مذيع؟ ده الدال على الخير كفاعله. ده انا من اول ما رحت بقولك جزاك الله كل خير وشكرا. يعني ايه اول مره في حياتك تقفي مع مذيعه فبتكذبي وبتقولي حاجه مش حقيقيه؟ هو انتوا فاكريننا ان احنا لما نسمع معلومه ولا حد يدخل علينا بدمعتين احنا خلاص؟ على فكره احنا ربنا حطنا في المكان ده عشان نعرف مين يستحق ومين لا يستحق. ويا رب يقدرنا، يا رب يقدرنا، لان الحوارات والكذب ملوش اخر وكتير قوي. لكن ربنا اللي واقف معايا. مش شطاره مني على فكره ولا شطاره من فريق البحث اللي بينزل. احنا بناخد بالاسباب. لما دخلت انا وانتي وقابلتينا في التوك توك، لو سمعاني خليها تسمعني. لما دخلت انا وانتي وركبتي التوك توك معانا، انت اصلا مش عارفه البيت فين. ماشي حضرتك استاذه مروه، انا ما اعرفش البيت يعني من مش ورا. امال انت والله ما منين اعرف البيت من ورا. كلمتيني وقلت انا جارتهم اللي في الشارع والبيت وقع على دماغهم؟ طب ممكن حضرتك تسمعيني؟ ما حضرتك لو سمعتيني هتفهميني. يا فندم اسمعك في ايه؟ انا حضرتك بسالك. طب انا بقول معلش لك ثواني. وقائع. انا ما بكذبش عليكي. انا بقول لك وقائع. ماشي. ما هو انا ما بك... اتفضلي. مع حضرتك ست محترمه وانا عارفه اتفضلي. انت ما بتجيبيش وجزمتك فوق راسي. الله يكرمك. حضرتك لما المعده بتاعت حضرتك لما كلمتني قلت لها انا واقفه عند السجل المدني، على اساس حضرتك هتجيلي عند السجل المدني هدخلك من البيت اللي انا اعرف فيه. البيت من ورا انا ما اعرفوش والله. يعني ايه البيت من ورا؟ مش انت والله جارتهم؟ ما اعرفه حبيبتي. انا جارتهم من البيت ده ليه ناحيتين. بيت من تخشين من قدام، فانت بعد بيت تخشين عشرة من ورا. السنين والمنطقه عارفه البيت من ناحيه والله ما واحده؟ اعرف. طيب انا ما اعرفش الناحيتين. هنعدي دي. لما ماشي. سالتك على ان الراجل ده حاطط عفشه فين وقلت لك انا عايزه رقم الراجل اللي مأجر لهم، قلت لي الرقم مقفول. ورديت انتي قلت اصل الراجل ما بيصحاش غير الساعه 4 5 بالليل. قلت لك انا أيوة ساعتها حصل. بصيت لك اللي انت المفروض معلومه زي دي انت عرفتيها من هو انت مرات الراجل عشان تعرفي هو بيصحى امتى؟ لا بصي حضرتك انا جارته من زمان الزمن، والراجل ده راجل محترم هو ومراته واحفاده، وما شفتش منهم حاجه وحشه. ده اللي هو واسراره شريف؟ كلها انا اعرف. اللي هو شريف. واسراره كلها انا اعرفها. والبيت لما وقع انا ذات نفسي اللي طلعت نزلت العفش.
امم العفش اللي يعني انا محطوط مش في بكذب. الشقه وكدبته وقلتوا ده محطوط العفش مقفول عليه محطوط وهم نايمين على الحصيره، صح؟ ايوه هو محطوط فعلا في البيت، وهو فعلا قاعد على الحصيره، والله العظيم وغلاوتك عندي هو فعلا قاعد على غلاوتي الحصيره، عندك انا ايه ما يا بكذب حبيبتي؟ انت عليكي. ما تعرفني ماما. الله يسعدك. ماشي انا ما الله يسعدك. اعرفكيش، انا عايزه ماشي. اسالك سؤال، هو انت مش مفروض كنت بتدلي اتفضلي. على فعل خير؟ يعني اه المفروض الناس دي ما تشغلكيش، انت كنت بتدلي على خير. لا بصي والله حضرتك، بصي ربنا حضرتك. نجدهم. انت المفروض انك بتبلغي عشان انت وسيط خير، صح ولا لا؟ انا برضو شايفه ايوه اصرارك. انت كلمتي المخرج فوق ال6000 مره، كلمتي المعده مليون مره. انا مفروض مستغربه موقفك. انت ست اتصلتي وقلتي انا اعرف الجيران اللي واقع عليهم البيت، ومفروض دورك انتهى ايوه. لحد هنا. انت ليه ليكي دور في قصه مش بتاعتك؟ لا انا ليا دور عشان انا شايفه ناس واقعين في مصيبه. حلو. انا ماليش دور. وانت قلتي اللي عندك ونزلت لهم بوست قبل كده ولميتوا اللي فيه النصيب، وعرفنا انكم لميتوا من على الفيسبوك بالبوست اللي انت نزلته لهم، وانقذوا الناس والحقوا الناس. تمام؟ دورك بقى. انت لسه ايوه مكمله نزلت. ليه في السيناريو؟ لسه انا مكمله ليه؟ مكمله عشان انا شايفه الناس في مصيبه. انا طب خلاص. مكمله عشان انا واحده عايزه اعمل خير بس وجزاك مش الله اكتر. كل خير، والخيرك وصل. وانا بطريقتي والحمد لله بفضل الله اولا، والناس اللي شغاله معايا وبيطلع عينيها عشان يعرفوا الكذاب من الصادق. عرفنا ان انتم مش صادقين. وهعيد تاني القصه، هعيد تاني. الست دي كلمتني في لايف زي دلوقتي وقالت لي الحقي واحد جارنا واقع عليه البيت هو وابنه واحفاده وقاعدين في الشارع. انا قلبي ما بيستحملش. وما تلعبوش على الحته دي عشان هتخسروا كتير، لان زي ما ربنا مديني من الرحمه اللي بيخليني ما استحملش، انا برضو ما بحبش الناس الكدابه، ما بحبهمش. ورحت وخدت بعضي وخدت المخرج وربنا يجازيه كل خير، ورحت بعربيتي وركنته في مصر القديمه وفي حته مش السهل الركن فيها ومش سهل ان انا ادخلها، ورغم ذلك قلت ربنا معايا. ورحت بطولي انا والمخرج، ولا كان معايا حد. انا كنت رايحه بشخصيتي، انا رايحه اساعد لوجه الله، ولا بلم تبرعات من جهه ولا حد هيدعمني. ده انا رايحه بفلوسي الشخصيه اساعد باللي اقدر عليه. وقلت اصور المكان واقف معاهم واناشد اهل الخير، وكلنا اهل في الاخر. ويا عالم احنا لو في ستر فمن ربنا، محدش عارف بكره في ايه. اروح الاقي كذب. ست تقابلني تاخدني، يركبنا توك توك ورحنا، مش عارفه تدخل للبيت اللي المفروض هي جاره في المكان ده بقالها سنين ومفروض عارفاهم وحافظه المكان. نسيت الدخله دي اول حاجه. فاكره ان اللي جايه لها ست ساذجه. ما اكيد انا بعد البرنامج ده كله اكيد انا مش ساذجه، اكيد. الراجل بيشرب دخان وسجاير بشكل مستفز، راجل مفروض انه بيشتكي الفقر والجوع والحوجة. السجاير يطفي دي ويولع دي، لدرجة قلت له لو سمحت انا ما بحبش الدخان. راح حطها مولعة على الرصيف. انا بقول لكم ديتيلز، تفاصيل التفاصيل. هات يا عم رقم الراجل. فين العفش يا عم بتاعك؟ حاطط بقى ايه عشان هو بيشغل دماغه؟ حاطط حتتين خشب ملهمش اي لازمه، ومفهمني ان دول من الحاجات اللي انقذوها من البيت. وشويه فين باقي العفش؟ اصل باقي العفش في الشقه. فين الشقه؟ اصل اهل الخير جابوا لنا شقه، والراجل بعد شهر مشانا عشان ما قدرناش ندفع الايجار. طب يا باشا وفين بقى العفش؟ مشاكوا. طب العفش فين؟ في الشقه. طب العفش في الشقة، يعني الراجل ما عندوش رحمة ولا قلب، مشاكم انتوا وخاف على العفش بتاعكم فقفل عليه. يقول لي طب فين رقم الراجل اللي هو صاحب الشقة دي اللي انتوا
واحد جه دفع لكم الايجار واتأجرت، فين صاحب الشقة؟ مش موجود. طب فين مراته؟ مش موجودة. طب هاتوا الرقم عشان نكلمهم، رقمه مقفول. وترد هي الجارة اللي المفروض بتعمل خير لوجه الله، ومفروض اصلا هي كل قصتها انها بتعمل خير. لا اصل هو الساعة 4 5 بيصحى من النوم. طب حضرتك عرفتي منين انه بيصحى الساعة 4 5؟ اجي بقى اسأل الناس في المنطقة بيحلقوا عليا. لو سمحت انت تعرف دول هم عايشين في البيت ده؟ الناس قبل ما تنطق يبصوا للناس اللي هو قولوا ان احنا عايشين هنا. والاقيهم جابوا جاره كده غريبه، ست غريبه وصوتها عالي، وجايه هي كمان تصطاد في الماء العكر. ايوه انا اخويا اخرس وعايش في العماره دي، البيت اللي اتهد، وانا كمان عايزه يتعمل له حاجه، وعايزه نفتح ومعاها مفاتيح قديمه وعايزانا نفتح. وست المذيعة جت بقى اللي هتنقذ دول فتنقذنا معاهم، وهم يقولوا لها احنا ما نسيناكيش، احنا قلنا عليكي للدكتورة مروة. ايه السيناريوهات دي؟ ايه الكذب والتلون ده؟ ليه؟ ليه؟ ونحسبهم أغنياء من التعفف. ده في ناس ما عندهاش حاجة خالص بس عندهم عزة النفس والكرامة. ليه؟ وانت لما تشاركي في نصب زي ده، ما هي فلوس حرام داخله عليكي وعلى ولادك. دي انت فاكراها شطاره؟ لما نزلتي بوست وقلتي الحقوا الناس بالتجرب بيت واقع مع راجل، اول ما تروحي راجل بقى بيعيط من اول لحظه يشوفك عياط عياط والحقوني واعملوني. حتى لو انتوا محتاجين بلاش كذب، قولوا الواقع، قولوا ده في فلان ساعدهم وعايشين في شقة. مش تقنعوني ان لحد دلوقتي هم عايشين على حصيرة. يعني انتوا ربنا كرمكم ورحتوا اتنقلتوا في شقة ولسه مصممين تكملوا في الكذب ان هم عايشين على حصيرة وبيدخلوا الحمام عند الجيران. ليه؟ هقولها تاني وهقولها تالت وهقولها عاشر. ربنا جعل البرنامج ده للناس اللي تستحق واللي هيعمل فيها ناصح. فاكرين نادية؟ انا حكيت لكم على نادية بتاعت زمان اللي برضو كدبت ونزلت لها فريق البحث وصوروا الحيطان الواقعة والحشرات وطلعت ليها شقق وربنا كرمها. وساعتها جالي مكالمة من حد مهم جدا قال لي الست دي قبل كده تجرت بنفس القصة وكنا مدينها شقة وكان في جمعية خيرية بيدولها مرتب، وست كذابة. وساعتها طلبت لها النيابة العامة واللي خدته عرفنا نرجعه تاني، واللي خدته عرفنا نرجعه تاني. فاكذب واستهبل وما تلومش الا نفسك في الاخر. مش هقول اكتر من كده. مين تاني؟ الو 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 دكتور مروة، اهلا وسهلا. معك اسماعيل عبد الرحيم قاسي. اهلا وسهلا يا استاذ اسماعيل، اتفضل انت على الهوا. والله انا بحييكي اللي كلمتك بدري انا والله. اهلا وسهلا بيك، اتفضل. والله انا الصراحه بحييكم ومتابع البرنامج بتاعكم وعلى طول نكلم. هو حضرتك اللي من هنا صح؟ ايوه. اهلا وسهلا بيك، اهلا بيك. اتكلمت تاني؟ والله انت مرزق. والله العظيم انا اصله والله انا نحب نتابع البرنامج تاعك وعلى طول شغال نرن عليك على طول والله. اهلا وسهلا بيك، ده شرف والله. جزاك الله كل خير. يا السلام عليكم. انا كل حاجه تمام والله، وتمام الاسره والعيال و100% والله. انا والعيال متابعينك والله. يا رب يديم عليك نعم وفضله انت والعيال والاسره يا رب، ويبارك لك فيهم يا رب العالمين. ناس طيبه وحلوه، ربنا يجازيكم كل خير ويقدرني اكون قد الحب والمسؤوليه اللي ربنا جعلها على كتفي يا رب. والله بتمنى اكون قد المسؤوليه. مش عايزه حد يزعل مني، ولو انا انفعلت بس انا
بجد بجد حطوا نفسكم مكاني، حطوا نفسكم مكاني. انا بجتهد قد ما اقدر، بجتهد قد ما اقدر، وببقى نفسي اساعد الناس كلها، وعز جلال الله ويعني وقسم اتحاسب عليه، اقسم بالله العظيم لو بايدي اساعد الناس واحد واحد، وربنا وحده عالم، ومش عايزه شكر ولا حد، انا مستنيه من رب العباد هو اللي يكرمني والرد يجي منه، مش من البشر، مش مستنيه حاجه من بشر. وربنا يعلم ان في حاجات كتير ما بتطلعش على الهوا ولا بتتصور، وربنا يعلم ان اي حاجة بتتصور الهدف منها ان غيري يساعد. اقسم بالله ان اي حاجة بتتصور الهدف منها ان غيري يساعد، لاني انا لوحدي برضو قليلة حيلة، وكلنا في الاخر لما نبقى ايد واحدة ده هيفرق كتير. لكن ارجوكم لو ناويين تنصبوا ما تجوش عندي، ما تجوش في حتتي ولا في برنامجي، روحوا شوفوا لكم طريق تاني. انا لا، انا لا، لاني واثقه ان رب العباد معايا وبينور لي وبيفتح لي السكك. مهما كنت عارف انك شاطر ومتفق وعامل فيها ناصح، ما ينفعش تيجي على حد ربنا معاه. اللي ربنا معاه محدش عليه، اللي ربنا معاه محدش عليه.